يلا اعملوا لايك على الفيديو ويلا بينا نشوف المشكلة اللي معانا بتقول ايه. انا عندي 26 سنة ومتجوزة من 3 سنين، مش انا صاحبة القصة. بتقولي لما جوزي جالي يتقدم لي كان في وسيط بينا، وقال ساعتها وقتها ان هو مسافر وعايز واحدة تصونه ملتزمة بالحجاب الشرعي، وانا ما لقيتش احسن منكم علشان اجيلكم، وقلت له عليكم، وفعلا هو رحب بيكم وكده، وفعلا الراجل نزل وتقدم لي واتجوزنا والحمد لله. بس المشكلة هو بيسافر البلد اللي هو فيها، ولما بينزل ونروح مثلا مصيف او اي حاجة بعيدة عن بيتنا بيفرض عليا ان اقلع الحجاب وعاوزني البس براحتي، وانتوا طبعا فاهمين قصده ايه. وده طبعا تصرف غريب قوي منه، وسألته ليه كنت بتدور على واحدة محجبة. قال لي علشان خاطر الناس. ناس ايه يا جماعة اللي انتوا بتعيشوها معاكم في حياتكم دي؟ ما علينا. كنت عايزة اتجوز واحدة بحجاب شرعي لان معروف عني الالتزام. اوه ماي جاد، وانت بالالتزام ما عندكش ياما ارحميني. ما بقتش قادرة استحمل الوضع ده. فباختصار كده ينفع اتطلق للسبب ده ولا ايه؟ مع العلم ان انا معايا طفل عنده 1.5 سنة. يا حبيبة قلبي، هو الطلاق زي مثلا صباح الخير؟ بقولك ايه، صباح الخير طلقني؟ لا. خراب البيوت مش بالسهل، وده مش سبب انك تطلقي منه. قولوا له لا انا مش هقلع حجابي، والله هو ده اللي عندي، بس انما ما تخلوش يفرض عليك انك تقلعي الطرحه وتمشي زي ما انت عايزه. لا، هو اكيد مش هيقولك لو ما عملتيش كده والله لخصمك والله هطلقك. لا، الموضوع ما بتتاخدش كده، بالراحة واحدة واحدة. وبعدين يعني ايه لا الحجاب بعيد عن بيتنا؟ يعني هو مش عارف ان ربنا في كل حتة مطلع علينا؟ هو بيخاف من الناس بس ما بيخافش من ربنا يعني ولا ايه؟ ايه يا جماعة التفكير ده؟ ايه ده؟ والله بقى فضل مصمم على رأيه والكلام ده، ولازم تقلعي الحجاب وانت ماشية معايا مثلا في مكان بعيد او الكلام ده. قولوا له البعيد زي القريب، انا مش هقلع حجابي لان حجابي ده فرض، ومش انا اللي فرضته، ده ربنا عز وجل هو اللي فرض علينا الحجاب. بس فأنت عايزني أبقى بعيدة عن البيت أقلعه وآجي قدام البيت ألبسه؟ طب ده إيه ده يعني؟ ده إن شاء الله. لأ، لو فضل مصمم على قراره ده وقّفي حد بقى. لأ تعالَ بقى جوزي بيطلب مني 1، 2، 3 وشوفوا أنتم إيه الوضع ده بقى. بس يدّوا له بقى كلمتين في جنابه ويعرّفوه إن الله حق، الكلام ده كله. بس الطلاق مش سهل، والله العظيم الطلاق ما سهل، وخراب البيت مش سهل. إحنا بقينا بنتطلّق أكتر ما بنقول لبعض إزيكم عاملين إيه. إيه ده يا جماعة، في إيه؟ نهدى شوية. نهدى شوية، ومش كل حاجة طلاق، نجري على الطلاق، طلاق، طلاق، لأ. وإن شاء الله يا رب يصلح لِك حالِك ويصلح لنا حالنا جميعًا. وما تنسوش اللايك على الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو أنتم ما اشتركتوش، وما تنسوش بقى تبعتوا لي مشاكلكم كلها على الفيسبوك، بارُد على كل الرسايل، وباعمل على كل الكومنتات قلوب. أستودعكم الله.